السمكة دي أصلية واسمها ماكريل روسي، بتتباع السمكة الواحدة ب100 جنيه لأنها ملكة، وعشان هي ملكة فلازم أحطها في طاجن الملوك. مش هقولك على سعر الطاجن بيخرج من مطبخي بكام، لكن هقولك الطريقة اللي تعملي بيها سمكة الماكريل الروسي، وهو ده طاجن الملوك. سمي الله وصلي على رسول الله. شجعيني بأجمل لايك وشيري الفيديو على صفحتك ومع كل اصحابك. السمك الروسي طبعا بيبقى سعره غالي جدا، السمكه الواحده عند السماك يا جماعه ب100 جنيه، اللهم بارك فتحتها ومبطرخه قوي. هقول لكم سعرها غالي قوي كده ليه دلوقتي. شايفين الاصليه بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى الحروف بتاعها غامقه، عينيها صغيره، مختلفه جدا عن السمك اللي هو بيكون اقل فايده منها. السمك ده طبعا مقوي للمناعه، منشط للذاكره، طبعا كله حديد وزنك، ما شاء الله. السمك الروسي عيبه بس ان هو بيوصل لنا هنا في مصر مجمد، فاحنا بنجيبه مجمد، بعدين بفكه وانضفه كويس بالشكل ده. شيلي بقى البطن والخياشيم وقصقصي بقى ايه الزعانف بتاعته بالشكل ده، ما بيبقاش عليه ايه قشره خارجيه. بصوا البطارخ بتاعته خلاص بقى غسلته كويس قوي، وابتديت اقطعه الجزل بالشكل ده. واشهر طريقه كل الناس بتعمله بيها ان هم بيعملوه ماكريل سنجاري، يعني مشوي، او تحطيه في الفرن بالخلطه، ومنكرش برضه بيبقى خطير. طبعا الروسي الاصلي ما بيبقاش زفر. المهم اصبري بس عليا عشان هنعمل حاجه عظمه. دلوقتي بقى جبت معلقتين توم. فاكرين التوم ده؟ الناس اللي حضروا معايا فيديو تفريز التوم ده، عروش التوم اللي فرزناها بالفلفل ايه الاحمر والاخضر. يبقى لو ما عندكيش هتحطي هريسه شطه، توم، فلفل مفروم، وابتدي بقى بهاري كمون، كزبره ناشفه، شويه بابريكا، وحطي ملح كميه كويسه مع كميه كويسه من الليمون. انا هنا مكتره التتبيله شويه لاني هستخدمها في السلطه والرز، وكمان هتبل سمك ده لينا بقى، السمك البلطي احنا اللي هناكله. المهم تعالي في الطاجن ده بسرعه، هناخد الخلطه الجميله دي. قولوا لي بقى جمال الخلطه دي، احلى خلطه للسمك. وهبتدي على طول اتبل قطع السمك الماكريل، بعدين شويه دقيق كده هبدره تبديره خفيفه، كل واحده همسكها وبعدين نفضي الدقيق. وبدرت كمان بقى البلطي بتاعنا وتبلته، ده اللي احنا بقى هناكله غير الاوردر اللي طالع. بصوا بقى هقليه قليه خفيفه، انا هنا مش عايزاه يستوي ولا يوصل لمرحله السوى الكامل، انا بس عايزه اديله لون ذهبي عشان يبقى لونه حلو في الطاجن، كمان ما يزفرش الفريك اللي هعمله بيه. خلاص اديته زي ما قلت لك نص قليه وشيلته. الفريك اللي بستخدمه الصراحه ما بثقش في اي نوع سايب، لازم اجيب الاكياس، والفريك ما بنقعوش بس بغسله. واهم خطوه انك تفلفليه، يعني شوحيه في الزيت كويس جدا جدا زي الرز كده عشان يفلفل معاكي. بعد كده انزلي ببصله صغيره واديها تشويحه. هننزل بعد كده بايه؟ ببقيه الخلطه اللي احنا سايبينها على جنب، خلطه تتبيله السمك. وهنا بقى الريحه كانت للسمك خطيره. ابتديت احط بقى كده مثلا ربع جزريه مبشوره، قرنين فلفل شطه لو عايزين ايه الفريك مولع، وده جماله. كمان نزلت كده بكوبايه من عصير الطماطم، اهم حاجه تكون متصفيه. وزودت بقى ايه ميه مغليه، يعني انا عايزه اسوي الفريك هنا نص تسويه بس مش هقفل عليه الغطا. احط بقى كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه، معلقه سكر وملح. هي دي التوابل الاصليه للفريك يا جماعه، مش ازيد من الكمون والكزبره والفلفل الاسود. ابتديت بقى احط كل الكلام ده في الطاجن. هزود ميه تانية زي ما قلت لك، هو كده نص تسويه، فلازم تسقيه ميه مغليه قبل ما يخش الفرن. رصي بقى سمك الماكريل المقلي فوق الطاجن بالشكل ده، وعلى الفرن يا ست الكل. طيب هحط بس فوق الوش ايه بقيه عصير الطماطم، هدي رشه كده عشان تحمر لي شكل السمك. انا عايزه السمك طالع لفوق كده عشان يبقى ايه محمر مش مهري قوي. ادخله بقى الفرن من غير ما اغطيه ولا اي حاجه، بياخد بالظبط كده نص ساعه 40 دقيقه ويبقى بالجمال ده كله. طبعا الفريك لازم تحطي فيه ميه زي ما انا حطيت كده لانه ما استواش سوا كامل. بألف هنا وشفا على حبيبتي اللي طلبته، احلى طاجن ماكريل بالفريك بجد يا جماعه تحفه. وينفع تعملي بالرز على فكره، وبرده بيبقى مفلفل وزي العسل. بصوا جمال الفريك وفلفلته، الصنعه بقى في ظبطه الفريك وانه يبقى التسويه بتاعته مظبوطه كده. ما شاء الله اتخرت واحده كده عشان اوريكم جمال الفريك تحت ونرجع كل حاجه مكانها. حبايب قلبي بقول لكم دايما الطلب بيبقى سبت وحد واثنين، والتسليم خميس وجمعه. بحبكم في الله، ما تنسوش تعملوا متابعه للصفحه يوصلكم كل جديد. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم.